فوصية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس وهو رديفا له على الدابة وهو غلام حدث السن: يا غلام احفظ الله يحفظك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله، إلى نهاية الوصية. الوصية دي ليست خاصة بابن عباس، إنما هي وصية لجميع الأمة إلى قيام الساعة في شخص ابن عباس. يعني إيه؟ أي أن الأمة أمة توحيد، وهل استمسكت الأمة وحافظت على توحيدها لله رب العالمين؟ هنشوف مقطع عشان نحكم ونشوف الأمة وصلت لإيه. يلا. طيب، حتى لا أصيب سيدة عامية أمية جاهلة لا تعلم حقيقة التوحيد، محدش عرفها، ابنها مريض، بدلا من أن تسأل الله تعالى الذي قال ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، بدلا من أن تسأل ربها جل في علاه حولت إلى مقبور. والسؤال: أين المسؤولون؟ أين إدارة المسجد الذي يحدث فيه هذا؟ أين وزارة الأوقاف الذي يتبع هذا المسجد؟ إن إضعاف العقيدة في قلوب المؤمنين يمثل كارثة عظمى سيعاني منها الوطن وسيعاني منها المجتمع، وهي أخطر على الدولة من إرهاب يسفك الدماء أو يستحل الأموال أو يستبيح الأعراض. نشوف تاني المقطع عشان تحكموا. طبعا ده يحدث كثيرا في مساجد كثيرة جدا تحت نظر وزارة الأوقاف وتحت نظر الأزهر. ما نريد من المجتمع؟ نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق، أن يهدينا إليه، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا.